السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. ازيكم حبايبي واخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم النهارده بقى بفيديو اول مرة اعمله معاكم. انا طبعا خلصت بقى تنظيفات العيد وغسلت كل السجاد او ستاير او حاجة زي كده، وعايزة بقى اغسل الهدوم. انا ما بحبش اغسل بعدها يعني، ما احبش اغسل الهدوم ورا السجاد على طول، لازم اعمل دورة خل. فقلت اعملها لكم بالمرة. انا صراحه بطول فيها يعني، فقلت هعملها لكم بالمره. انا غسلتي اول حاجه غسلتي توشيبا، وتقريبا نفس الطريقه اللي هتتعمل هنا هي في اي غساله، باختلاف مثلا ايه الزراير بس. المهم يعني اول حاجه انا يعني ما بعملهاش على طول. الطبيعي في الكتالوج تقريبا معمول ان انا اعملها كل 4 او 6 شهور، انا تقريبا بعملها ممكن مره مرتين في السنه، لان انا مش بحمل على الغساله دي كتير صراحه. عندي الغساله البيبي بغسل عليها اكتر، عشان هدوم الاولاد بتبقى عايزه ايه الغساله البيبي اكتر، بتغسل بحسها بتنضف اكتر يعني. وبصراحه بخاف على دي، بحمل على التانية اكتر. انا دلوقتي هعمل معاكم دوره الخل، وهي سهله جدا مش هتاخد اي حاجه. بقى دوره الخل دي بتنضف الغساله بقى. لو بصوا، لو في مثلا الغسيل مش بيطلع، لو في وبر، لو في اي حاجه، اعملي دوره الخل دي. هتنضف بقى الغساله من جوه، ولو في كمكمه، في ريحه في الغساله بتطلع ريحه في الغسيل، في اي حاجه. اول حاجه عايزه اقول لكم مثلا ان هنا ده فلتر، او ده بيحط الدوني والمعطرات والحاجات دي. هحط فيه شويه بتاع بس مش دلوقتي. الاول ده فلتر، تمام. الفلتر ده لازم يتنضف، ماشي. وكأنه هنا برضو بتنضف، مش الفلتر لوحده، مكان الفلتر كمان لازم يتنضف. بتنضفي المكان اللي هو بعد ما بتخلصي غسيل. بصي بتجيبي الفرشه، اي فرشه تكون عاملاها مخصصه للبتاع ده، وتقعدي تنضفي بيها. ولو مش طلع معاكي بايديكي بص هيطلع تمام اهو. طيب الفلتر ده مكان الفلتر بقى. طب الفلتر هنضفه ازاي؟ ما رضيتش انضفه، قلت هنضفه قدامكم واوريكم بتنضف ازاي. اول حاجه بعد ما فكيناه بتفكيه من هنا، تمام. بصوا شايفين دي اهي بتنزل لتحت كده، بس عشان انا ماسكه بايد واحده مش عارفه اتمكن منها. دي بتنزل اهي كده. فبتلاقي بقى هنا ايه الحاجات دي، بتشيليها وبتغسلي الفلتر بالفرشه عادي. بعد كده دي كده تحت الميه. انا بقى هغسله عشان بس وقت الفيديو وارجع لكم تاني. انا دلوقتي غسلت الفلتر اهو، نضفته. بصوا بقى فله شمعة منوره كده اهو. الفرشه بتسهل معايا جامد يعني. بصوا كل اللي كان هنا راح اهو وغسلت. هعمل ايه بقى؟ هركبه، تمام. بس قبل ما اركبه هجيب معايا ازازه خل. انا جايبه ازازه خل، هحط هنا. بصوا هي زياده تاكيد، ممكن ما تحطيش تعملي الحركه دي لو عايزه عادي. وهنا شويه كده، يعني انا ايه بس عايزه الاماكن ايه في الغساله تتشبع بالخل كلها. وهركب الفلتر، ماشي. وهجيب ازازه الخل. هو المفروض الدوره بتتعمل بنص ازازه خل، بس انا كده كده عشان بقول لكم بقالي تقريبا داخله في سنه ما عملتهاش، وعشان حاساها محتاجه يعني الخل، فهحط الخل. وكده كده دوت مش مركز كمان، ده خل يعني اللي هو الايه الكومتي ده. فانا هحط ازازه الخل كلها، تمام. دي اضافه من عندي، انت لو مش حابه تعمليها هنحط معلقه كبيره كربونات، معلقه طعام بس. دي بقى هتفور اي حاجه جوه، تمام. طب انا حطيت كده، هعمل ايه تاني؟ ايه دلوقتي عندنا الغساله، هنعمل ايه؟ هندوس على زرار التشغيل عادي اللي هو اون، تمام. بعد كده هنجيب الدوره اللي هو الكورس ده. بصوا هنا هي جايه على الاعتيادي. بصوا هنعمل كده لحد ما توصل لكلمه تنظيف الحوض اهي. وبعد كده هتروح عامله ايه؟ بصوا هو كل حاجه طفت حواليها، ما نورتش غير ايه زرار تنظيف الحوض. هتدوسي على ستارت وبس. هتقعد معاكي حوالي 65 دقيقه اهي، اللي هي ساعه تقريبا. هتسيبيها بقى مع نفسها، هتقعد هي تنظف ولا انت هتعملي اي حاجه. هي هتنظف وتخلص، وهتبصي هتلاحظي الفرق طبعا قبل وبعد. انت هتسيبيها بقى ونسيها. يعني في ناس بتعملها غلط، بتعمل دوره الخل دي بدورة غسيل عادية. لا، انا هنا هي معمولة، ومفروض ان هي في كل حتة لتنظيف الحوض دي، في كل غسالة المفروض. فانا بقى هقفل الغسالة واسيبها، ونرجع بعد ما تخلص بعد ال65 دقيقة اللي هي كاتباها لي هنا.
هنشوف عملت ايه. يا بنات الغسالة خلصت، قعدت لوحدها تغسل وتنقع وتعمل، وهتحسوا فرق وبريحة حلوة فيها. بصوا بقى، وان شاء الله هتحسوا كمان بفرق النظافة في الغسيل. كان بودي اشيل معاكم المروحة اللي تحت، الحتة السودا دي، الغطا ده بتشال وتحته مسمار، وبيبقى تحته برضو بلاوي وحاجات كده، بس يخليه في فيديو تاني يعني. عشان بس مش عايزين الفيديو يطول. انا هشوف هشيل معاكم الفلتر هنا، ممكن يكون برضو اتعمل فيه حاجة، هنشوف فيه حاجة اتحطت فيه ولا لا يعني. انا منضفاه معاكم برضو. في بصوا طلع شوية حاجات دي من جوه بقى، من جوه الغسالة نفسها يعني، مش كتير بس اهو. شايفين انا كنت غسلها معاكم، غسله الفلتر معاكم، حاطاه نضيف والله، انا حاطاه نضيف يعني. ونضفت. وده ايه بقى شكل الغسالة اهي من جوه بعد ما نطفت. وحبيت بس يعني ايه اوضح لكم دورة الخل اللي الكل بيستصعبها، هي مش بتعمل اي حاجة، ده اسهل من دورة الغسيل نفسها العادية. بس بترمي ازازة الخل فيها ولا نص ازازة الخل وتسيبيها تتعامل مع نفسها. بس مش اي حاجة ولا بقى افتكاسات ولا حركات. يوم ما هتجودي من عندك يعني معلقة، معلقة كبيرة من معلقة طعم اللي هي الكربونات بس، عشان يعني ايه تزود شوية فوران وكده بس. وادي دورة الخل بكل سهولة. انا حبيت بس اشارك معاكم الفيديو الخفيف ده، اتمنى بقى يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولو عجبك الفيديو بقى مش تنسوا تحطي لايك وتشتركي في القناة لو اول مرة تشوفيني، وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة. وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.